الغيبة من كبائر الذنوب. أن تذكر أخاك بما يكره أن تذكره به من خلقة أو خلق أو دين، إذا ذكرته بما يكره أن تذكره به فهذه الغيبة، وهي من كبائر الذنوب. وانظر ماذا شبهها الله به، قال لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لو قدم لك أخوك ميتا هل يمكن أن تأكل منه؟ الجواب لا. إذن الرجل إذا اغتبته فكأنما أكلت لحمه ميتا، لأنه ليس بحاضر حتى يدافع عن نفسه، كالميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه لو أن أحدا جعل ينهش ويأكله. هي من كبائر الذنوب، وما أكثرها في المجالس. وإذا أردت أن تتوب منها فلا بد أن تقلع عنها وتدعها. وإذا شرع أحد في غيبة أحد قل له اسكت جزاك الله خير، فإن فعل وسكت فهذا المطلوب، وإلا وجب عليك أن تقوم من المجلس ولو كان في المجلس أبوك أو أخوك أو عمك. لا يجوز أن تجلس في مجلس غيبة وأنت قادر على المغادرة، فإن فعلت فإنك مشارك لهم في الإثم. ثم إذا اغتبت أخاك وتبت إلى الله لا بد أن تستحل. إذا كان قد علم بأنك اغتبته تذهب إليه وتقول يا فلان والله أنا اسمح لي حللني أنا اغتبته. وإذا حللت صار خيرا له ولك. أما كونه خيرا له فلقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأما كونه خيرا لك فلأنك برئت من الإثم، لأن الغيبة من كبائر الذنوب، ولا سيما إذا كانت الغيبة لولاة الأمور. وانتبه لكلمتي لولاة الأمور. فمن ولاة الأمور؟ ولاة الأمور صنفان من الناس: الأول العلماء، والثاني الأمراء. العلماء ولاة أمور الأمة، يبلغونها شريعة الله، يوضحون لها ما جهلوا من الشريعة، يدعونها إلى الهدى، فهم ولاة أمر. ولذلك نجد العامة إذا أشكل عليهم مسألة دينية إلى من يرجعون؟ إلى العلماء. أقول إذا كانت الغيبة لولاة الأمور من العلماء والأمراء صارت أشد إثما. لماذا؟ لو أنك اغتبت رجلا من عامة الناس فالضرر على من؟ الضرر على هذا المغتاب، سينزل من أعين الناس. لكن إذا اغتبت عالما فليس الضرر على العالم وحده، بل على العالم وعلى ما يحمله من شريعة الله. لأن العلماء إذا خف ميزانهم في أعين الناس وقلت قيمتهم لم يقبلوا منهم شيئا من شريعة الله، فتكون أنت السبب في ضياع الشريعة التي يتفوه بها هؤلاء العلماء. أما غيبة ولاة الأمور من الأمراء فلا شك أنها من أكبر الإخلال بالأمن، لأن الناس إذا لم يكن في قلوبهم هيبة لأمرائهم فسيهون عليهم مخالفتهم ومنابذتهم، وسيكرهون ما يسنونه من أنظمة مصلحة للمجتمع. على كل حال أقول إن من المعاصي الغيبة، فيجب التخلص منها.